السلام عليكم بنات متتبعاتي الوفيات. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير واحوالكم تكون مزيانه ان شاء الله. فيديو اليوم غادي نقترح عليكم فيه واحد البريوش يا لاله اللي كيجي هكايا مفشفش رطب مهوي من الداخل وكيجي قطني وناجح 100%. مكونات كيف عودتكم سهله وبسيطه، فخليك معايا حبيبتي تالي الفيديو باش تعرفي مكونات هذا البريوش هذا اللي كيجي ناجح من اول مره غادي ديريه. فعلى بركه الله هنا غادي ندوزو نحضروا الكريمه اللي غادي نحتاجو لهذا البريوش هذا. هنايا في واحد الكاسرون غادي نديرو كاس د العنبه هنايا ديال عصير د البرتقال، وديك الليمونه اللي انا عصرتها فخديت معلقه ديال القشور ديالها، وخديت هنايا 2 معالق ديال السكر سنيده، والحلاوه كتبقى على حسب الذوق ولكن 2 معالق عامرين مزيان جاتي هي هذيك، ومعلقه هنايا ديال النشا. صافي هذه هي الكريمه ديالنا. فغادي نبداو نخلطوا هاد المكونات هادو مزيان مزيان بالخلاط اليدوي باش ما تحرق ليناش هذيك النشا لتحت حتى يعقد لينا الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا، وكتولي لنا واحد الكريمه اللي شاده في راسها. هنا من بعد ما عقدت لنا الكريمه وكطلع الفقاعات بحال هكا فغادي نطفيو عليها النار وغادي نخليوها تبرد بين ما عجنا البريوش ديالنا. هنا بالنسبه للعجينه كنحتاجو نص كاس ديال السكر، وهنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز تكون عامره مزيان، وجوج ديال الكيسان د الحليب دافين، وغادي نضيفو 2 كيسان ديال الدقيق اللي يكون من طبيعة الحال مغربل. هنايا يا البنات الكيسان ديال العنبة هما باش يعني كنعبرو هنايا المكونات باش ينجح معاكم البريوش. هنا غادي نخلطو مزيان هكا بواحد الخلاط اليدوي، وغادي نخليو الخليط ديالنا يتفاعل مع بعضياتو، غنغطيو عليه. من بعد ما تفاعل لينا هاد المكونات فكيولي الشكل ديالها هو هذا. كنضيفوا عليه هنايا 4 كاس ديال الزيت النباتيه، كنضيفوا راس معلقه صغيره هنا ديال الملحه، وساشي ديال الفاني. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد البريوش، ساهلين بلا زبده بلا حتى شي حاجه، كيجي واحد البريوش زوين. هنا في واحد القصعه اللي غادي نعجنو فيها البريوش، فغادي نخويو فيها داك الخليط وغادي نزيدو الدقيق بالتدريج. هنا كدفعه اولى درت 3 ديال الكيسان اللي غربلتهم، وانتم ضيفوا كاس بكاس وانتم كتعجنوا وكدلكوا البريوش ديالكم. هو صراحه الله ما كيحتاجش تدليك، غير كتجمعوه وصافي وكيجي رطب. صافي هنا كنديها ونجيبها غير واحد شويه ماشي بزاف. صافي هنا من بعد ما كيولي هاد العجين هذا عاطي الطوع، فحنا كنغطيوه وكنخليوه يخمر المره الثانيه. من بعد ما كيخمر فحنا كنديكازيوه وكنديوه ونجيبوه في القصعه غير واحد هكا واحد دقيقه. صافي وكنجيو نشكروا البريوش ديالنا. بغيتوهم البنات ديرهم كبارين اولا صغارين، صراحه الله كيجيو صغارين هكايا متيولين وكيجيو زويونين. صافي وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه، انا كندير هكايا كويرات فوالا بهذا الشكل هذا. دغيا دغيا واخا هكاك تيوجد ما كياخذش لينا بزاف تاع الوقت. هنا من بعد ما كملت الكرات اللي عندي فانا كنحاول نقرصهم واحد شويه باش ما يجيوش عاوتاني منفوخين بزاف. هنا في واحد الطاوله اللي غادي تدخل لينا للفران فحنا كندهنوها بالزيت وكنرشوها بالدقيق وكنوليو نستفو فيها دوك البريوشات ديالنا. هنا تحصلت على 10 د الحبات ديال البريوش، ولا درتوهم صغارين فراه تقدروا تحصلوا على اكثر. صافي هنايا غادي نخليوهم يختمروا عاوتاني المره الثانيه. ضروري ضروري يا البنات انكم تخليوهم يخمروا المره الثانيه. من بعد ما خمروا لينا هنايا فكناخذ واحد الكاس اللي ندخلو هكايا في شويه ديال الدقيق وكندير حفيرات هكايا في البريوش باش كنعمروا هذوك الحفيرات بديك الكريمه اللي وجدنا في الاول تاع الفيديو. صافي وهنايا كناخذوا البيضه كامله وكنزيدوا عليها شويه ديال الخل وكنطربوهم وكنوليو ندهنوا البريوش ديالنا هكا وغير بشويه يا البنات. صافي هنا من بعد ما كنكملوهم كاملين وكندهنوهم مزيان بداك البيض باش كيجيونا محمرين، فحنا كناخذوا ديك الكريمه اللي بردات. هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي، راه كتعطي واحد المذاق زوين لهاد البريوش هذا. بالخصوص حكينا فيه ديك القشره ديال الليمون عطات واحد المذاق يا سلام.
صافي هنا من بعد ما عمرنا دوك الحفيرات فكيجي هنا البريوش بحال الشكل تاع الشميشه يا البنات. وكنجيبو شويه ديال الكاوكاو اللي يكون مهرمش اولا شويه د الزنجلان داك الابيض اولا اللوز ايفيلي، وكنوليو نزينو هكا البريوش يعني هنا غير كاضافه وصافي. اللي بغات تخليهم هكذاك راه كيجيو حتى هما زوينين. صافي وكنبقاو هكايا نزينو بداك الكاوكاو مهرمش. وفي هاد الاثناء كنكونوا شعلنا على الفران باش يسخن، لان المخبوزات بصفه عامه كتبغي هكايا الفران يكون سخون. صافي وكندخلوا البريوش يطيب من الفوق للتحت، كتنقصوا عليه شويه البوطه يا البنات باش هكا كيطيب لكم حتى من الداخل. البنات هنا بعدوا على البريوش ديالكم لان مازال غادي يضاعف الحجم ديالو في الفران. صافي هنا من بعد ما غادي يطيب لينا ان شاء الله البريوش ديالنا فغادي نخرجوهم كيف قلت لكم من الفوق للتحت. شوفوا لي يا البنات، شوفوا كيفاش كيجي هذا البريوش تبارك الله ما شاء الله. كيجي محمر وكيجي قطني وكيجي شكيل والمنظر ديالو هكايا زوين وغزال تبارك الله. انا متاكده انه غادي يعجبكم. شوفوا لي يا البنات، شوفوا كيجي بحال الشكل تاع الشميشه. صافي هنا البريوش ديالنا البنات راه باقي سخون، نتوما غادي تخليوه حتى يدفى. شوفوا البنات كيفاش كيجي من التحت محمر. هاد البريوش البنات راه باقي سخون، وشوفوا الرطوبيه والخفه ديالو كي دايره، راه هشيش ما شاء الله. كيجيو كيحمقوا. هنا البنات تقدروا يعني ديروا هكا البريوش ديالكم في واحد البواطه وتخليوه في المجمد وقت ما بغيتوه تجبدوه وتسخنوه. تقدروا تعطيوه لوليداتكم يديوهم معاهم للمدرسه وتحطوهم هكايا مع واحد البريد ديال اتاي كيجيو يا سلام. كان هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا. فإلا وصلتي حبيبتي حتى التالي ديال الفيديو فما تنساش اختك بواحد البصيمه، بركي ليا على داك الزر تاع اللايك، وخلي لاختك واحد التعليق اللي يكون هكايا محفز، وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. وصافي كنضرب لكم موعد الفيديو اخر ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلام عليكم.